عليكم حبايبي. النهارده هنعمل الدقه المصريه اللي بتتاكل مع اي سندوتشات بطاطس، مع اي بيض، مع اي حاجه. خلاص حبايبي، تعالوا بقى معايا نشوف هنعملها ازاي والمكونات ايه. بقى معايا كوبايه سمسم، نص كوبايه سوداني، نص كوبايه حمص، كوبايه كزبره. يلا حبايبي معايا على البوتاجاز نحمص المكونات بتاعتنا. نحمص كده الكزبره، بعدين حاطين السوداني والحمص كمان، وبعدين هنحمص السمسم. معانا كوبايه سمسم محمصه اهو، ومعايا سوداني برضو محمصينه، وحمص برضو بتاع المقلة محمصينه، ومعايا كزبرة ناشفة محمصينها، ومعانا ملح، فلفل اسمر، شطة، كمون. دي كلها مكونات الدقة. هنطحن بقى المكونات. حاطين السوداني هنطحنه كده حبايبي. طحنا الحمص على السوداني، هنكمل بقية طحن الحاجة. هنطحن بقى السمسم، بس قبل ما نطحنه هنحط شوية مش مطحونين ونقلبهم ونطحن الباقي ونيجي كده. طحنا السمسم بس ما طحناهوش قوي، الريحة فظيعة. هنقلبه بقى ونحط الملح والشطة والفلفل الاسمر والكمون. خلاص قلبنا كل المكونات على بعضيها كده يا حبايبي. يكون وصفتنا خلصت النهارده. عملنا الدقة طريقة سهلة وبسيطة، وعملنا كمان سندوتش بالبيض ممكن مع بطاطس محمرة، وهملينا العلبة طبق وبألف هنا حبايبي. تعالوا حبايبي بقى نقول عملنا ايه. جبنا السمسم حمصناه، وبعدين جبنا الكزبرة برضو حمصناها، وبعدين جبنا الفول السوداني حمصناه، وبرضو الحمص. وبعد ما حمصناهم سيبناهم يبردوا شوية، وبعدين طحنا المكونات بتاعتنا، وبعدين حطينا عليهم ملح، كمون، شطة، فلفل اسمر. خلطنا كل المكونات على بعضيهم، بعدين عبيناهم في قلب العلبة. يلا بقى يا حبايبي بألف هنا. عجبتكم الوصفة، عجبتكم الطريقة، يا ريت شير ولايك واشتراك في القناة حبايبي عشان يوصل لكم منا كل وصفة جديدة سهلة وبسيطة. السلام عليكم. كمان حبايبي حمرنا بطاطس مع الدقة وبألف هنا حبايبي. السلام عليكم.